ما عندي وجهة نظر، ما هذا اللي أقول لك إني سعيد الحمد لله إنه اليوم انتصرنا في المباراة هذه وأخذنا الكاس. برضه أحب أتوجه بالشكر الجزيل للأمير فيصل بن تركي يعني على سمو أخلاقه العالية، جاء هنا عندنا وهنأ اللاعبين وهنأنا، وفي الحقيقة هذه يعني حاجة جدا جميلة من سمو الأمير. أشكره على الروح الرياضية هذه العالية، وأقول له أتمنى لك إن شاء الله التوفيق فيما تبقى من بطولات أخرى لنادي النصر. ممكن نقدر نقول هذه البطولة تتويج لجهود المرحوم أحمد المسعود الله يرحمه. هذه بدون أدنى شك بدون أي سؤال، هذا الجهد اللي أنتم شايفينه جهد المرحوم الأستاذ أحمد عمر مسعود، ونحن جينا كملنا ما بدأ. والله يرحمه ويغفر له إن شاء الله، يجعله في جناته العليا إن شاء الله. محمود كهرباء عقب هدفه الثمين هذا في هذه البطولة ممكن جدد معه؟ أي لاعب أنتم شايفينه من اللعيبة الأجانب ما احنا مستغنين عنهم، كلهم حيجدد معاهم. هذول بيعطوا في الملعب الحمد لله، هم اللي صانعين الفرق مع زملائهم النمور. كهرباء الأمانة حبيبي، وكل اللاعبين يعني أحبهم الحمد لله. يمكن كانت فيه الروح اليوم. للأمانة عطشانين للبطولات، عطشانين للذهب. الحمد لله إخواني اللاعبين قدروا يفرحوا جمهور نادي الاتحاد اللي يستاهل الفرحة. الحمد لله رب العالمين. ألف مبروك للأمة الاتحادية وهردك النادي النصر حبيبي. نقدر نقول حضور محمد نور أعطاكم حافز معنوي؟ أكيد، واحد مثل محمد نور حضر وساند اللعيبة. أنا برا الملعب قلت لك كنت أتمنى إني أكون يعني مكان واحد من أخواني اللاعبين بس عشان أقدم النادي الاتحاد. الحمد لله كلهم كانوا رجال يستاهلون الفرحة، من زمان ما فرحنا، والذهب حلو على جمهور الذهب. جهد الدهر جهد مدربين وطار فني وإداري، يعني قدروا يطلعونا من الدوري للكاس، يعني في فرق بين البطولتين. الهلال راحت بخيرها وشرها، ركزنا خلال هذا الأسبوع، جينا الرياض قبلها بيومين، كنا مركزين مرة لأن يمكن هي أهم مباراة لنا في الموسم كانت، والحمد لله قدرنا نفوز. غياب فهد المولد أثر على المباراة؟ والله فهد لاعب كبير يعني، وله وضعه في الفريق وله اسمه يعني، بس الاتحاد عمره ما وقف على لاعب. البديل كان فيه الخير والبركة الكابتن عمار، والحمد لله في الأخير توجنا فهد، ومع فهد وبدون فهد يعني الاتحاد اللي توج في الأخير. فوزكم على النصر، تتويجك قدام النصر ممكن له نكهة مختلفة؟ ممكن يعني الواحد، لأن كنت في النصر يعني يمكن الدور الأول، وأنا يمكن لاعب 4 مباريات أو 3 في نفس البطولة، وهذا السبب اللي ما خلاني ألعب اليوم يعني. فانتقلت لنادي الاتحاد بالصدفة إنه وصل للنهائي يعني، ولعبوا ضد بعض، فأنا صراحة كنت مع الاتحاد يعني فريقي ومتواجد معاه، والحمد لله قدرنا نتوج اليوم. ألف مبروك للجمهور اللي تعبوا طول الموسم، قدرنا نسعدهم في الأخير. اللعيبة كلهم وحوش، ما تقدر تقول فواز أو تقول عكايشي، ما بحدد اسماء، لكن الفريق كامل اليوم ظهر بصورة كويسة. كانوا رجال في الملعب، كانوا وحوش في الملعب. ممكن الجمهور لاحظ هذا الشيء، الحمد لله على كل حال قدرنا ناخذ. لا ما تقريبا المدرب عنده خبرة كبيرة في مثل هذه المباريات. تقريبا تغييراته كانت نوعا ما، لأنه عدنان كان عنده شد بسيط وما كان يقدر يجري. تعرف لعيبة النصر سريعين، نزل محمد قاسم عنده السرعة الكافية. عمر زي ما أنت عارف، عمر تعور في مكان حرج جدا وما قدر يكمل المباراة، نزل عوض. تقريبا تغييرات جدا كويسة، لأنه عندك أنت أظهرة 2 تعبوا، أكيد بننزل أظهر. لكن المباراة انتهت بخيرها وشرها، الاتحاد انتصر. كاس ولي العهد بيرجع معنا جدة بإذن الله، حنفرح في جدة، وعندنا باقي 5 مباريات في الدوري نفكر فيها. الدوري بالنسبة لنا أخذنا كاس ولي العهد، طلعنا بذهب الموسم. بس ما نقدر نقول دوري وكاس؟ لا تقريبا صعبة شوي الدوري، لكن بنحاول يعني، ما في شيء مستحيل. ما تدري عن نتائج المباريات، ما تدري عن نتائج الفرق. بنلعب بكل ما أوتينا من قوة، بننافس، بنعطي هذا النادي الغالي والنفيس إن شاء الله إنه يكون الدوري من نصيبنا بإذن الله.